بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم عبر قنوات الشركة الوطنية لدعوة التلفزة المغربية. نرحب بكم في أمسية رمضانية نواكب من خلالها تفاصيل هذه المقابلة التي والانطلاقة ستكون بعد لحظات. الاستعدادات من أجل الدخول للبساط الأخضر، غادي نتابعوا التشكيل الأساسي لكل طرف، ولكن وأيضا قبل ذلك غادي يكون هنالك النشيد الوطني بشعار الله الوطن الملك. صراحة أجواء رائعة جدا هنا بمدينة أكادير، مع تيفو جميل من الجماهير التي أبت إلا أن تكون حاضرة بلمستها الخاصة. هذه من الأشياء اللي كتعطينا واحد الحماس وكتعطينا أيضا استمتعنا ونحن دائما وإياكم مشاهدينا الكرام في هذه الدقائق الأولى من عمر هذه المباراة في انتظار الانطلاقة الرسمية الخاصة بهذا اللقاء. تشكيل ديال المنتخبين، البداية بالمنتخب الوطني المغربي ولقاء اليوم. صور كنشوفوها ديال عناصر المنتخب الوطني المغربي، ايضا كنشوفوا هنا في هذه المقابله الوديه في هذا البعد الودي الهام بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الانغولي. هنا التشكيله ديال المنتخب الانغولي 22 بيدرو المدرب بيدرو غونزاليس في الثواني الاولى والدقائق الاولى اللي غادي يلعبوا اليوم القمصان الحمراء من اليمين الى يسار. الساده المشاهدين، تعطات الانطلاقه ديال هذه المقابله في الوقت المنتخب الانغولي قمصان الصفراء من اليسار الى اليمين. الساده المشاهدين، بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي نشوف هنا انطلاقه عمليه هجوميه لمحاوله فرصه داخل منطقه الجزاء لمحاوله ديال الهدف الاول. كره لا تزال مغربيه، كره عند ابراهيم دياز. الكرات اللي كتجي من جانب اللاعب دياز كينطلق ابراهيم عبد القادر، عمليه هجوميه تمريره جايبين بشكل ممتاز، فرصه ديال الحصول على الكره. زياش قليل من السرعه كان بامكان زياش انه يتمكن من الكره. عمليه هجوميه من جديد لصالح المنتخب الانغولي بجانبنا عمليه ديال اختراق. نشوف لاحظونا الدخول داخل منطقه الجزاء في الوقت اللي كينسل حكيمي كينطلق بالكره ديالو ممتازه باتجاه من ابراهيم، كيخرج هنا مخالفه دخل صوب منطقة الجزاء. لاحظوا كيفاش انه حسب الكرة وكانت هنالك المخالفة واضحة. عملية مسك لاعب افونسو ايدي هو اللاعب الذي حكيمي يتقدم، حكيمي وصواب الكرة ديالو مشات عالية، كرة هذه رأسية من ابرز المحاولات الرأسية ديال اللاعب باسينسيا كريستافا، هو بالطريقة ديالو بالاسلوب ديالو لعب الكرة بهذا الشكل هذه بهالطريقة هذه، حاول يختار الزاوية البعيدة مع التمدد ديال ياسين بونو اللي حاول ما كانش انه يوصل الكرة، مرت بالمحاذاة من القائم الايسر. ممتازة جدا هذه عملية هجومية، محاولة مغربية، فرصة ديال الاختراق ودخول داخل منطقة الجزاء، كتجي الجهة اليسرى بالصغير من يفعل يدخل الكرة ديالو ممتازة، فرصة ديال تصويبة، محاولة ديال ابراهيم عبد القادر دياز، يمكنها الوصول الى معترك ديال المنتخب الانغولي، وهذه واحدة من المحاولات. كرة لعبات اللاعبين وتمريرة جميلة ممتازة جدا من جانب ابراهيم دياز، وهنا الحكم وايضا ابراهيم عبد القادر دياز. في الوقت اللي كنشوفوا هنا الطريقه ديال الياس بالصغير كيفاش انه قام بالتمريره من المحاوله ديال التصويب. رجعت مره اخرى ابراهيم عبد القادر دياز، ممتاز المرارات ديالو، الطريقه ابراهيم يلعب كره تمريره جانبيه الياس بالصغير من الجهه اليسرى، المراوغه المهاره الفرديه ممتازه من الياس، كرفع كره ديالو ممتازه، فرصه كرات عاليه. لاحظوا الطريقه ديال التعامل مع تمريره عرضيه جانبيه داخل منطقه الجزاء. شوفوا الطريقه كيفاش جات عمليه ديال رفع الكره بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه. كان بالامكان اللاعب ايوب الكعبي انه يستثمرها، ولكن كل العمل تابعناها من خلال التعامل المغربيه. كره عند أناحي يلعبها مع عبد القادر، ابراهيم دياز كينطلق ممتاز المرور، دخول داخل منطقه الجزاء، أناحي عمليه ديال التمرير ولكن سفيان مرابط ممتاز كاين خطا كيحصل عليها كارمو دافيد من المهارات الفرديه.
الانسلال والمرور. زياش تمريره من جهه اليمنى، فرصه داخل منطقه الجزاء، محاوله ولكن الدفاع كيدخل بالمعطيات الدقيقه. جوج الاهداف، كره ملعوبه بهذه الشكل، فرصه راسيه وزن فاكر. لاحظوا تموضع الراسيه، يعني لولا التغطيه الدفاعيه كان بامكانه انه يستثمر الكره الماضيه. الوقت اللي كنشوفوا هنا الاعاده كتجينا كره تمريره من حكيم زياش، راسيه من جديد، محاوله تسجيل ومباشره نحو الزاويه مره اخرى مع تغيير نحو الجهه اليمنى. عمليه هجوميه اشرف حكيمي يدخل داخل منطقه الجزاء، كيحافظ على كورته ممتازه، تمريره عرضيه ولكن تغطيه ديال الاهداف مقابل الشيء. ثم بعد ذلك انهزم في دور الربع النهائي امام نسور نيجيريا. كره بهذه الشكل للمنتخب الانغولي، عمليه ديال الاختراق، دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله ديال ابعاد الخطوره. شوفوا هنا الطريقه ديال المراوغه ديال اللاعب ساكاليومبو فرانسيس، غفيره جدا بحاجه الى الملعب الكبير مدينه اكادير لمتابعه هذه المقابله. انطلاقه هجوميه الجهه اليسرى، الياس بصغير كيحاول يمر من الجهه اليسرى، ذكريات بوفال، هذا محاوله من جديد في الخط الامامي، كان ديال التسويب، ترجع من جديد مغربيه ما خرجاتش. شوف صور غنية عن كل تعليق، غنية عن كل تعليق. جنبات الملعب كريم زياش كيحافظ على الكرة بالكعب، جميلة حكيم زياش اللي من اللاعبين. كرة مرة أخرى لصالح المنتخب الوطني المغربي، بدأت الكيفية اسماعيل، ممتازة من الياس لعب الكرة بشكل ممتاز. حاول بنصير اللي عطاه اشارات واضحه على انه اندمج بشكل كلي على غرار ابراهيم عبد القادر دياز وعلى غرار ايضا عبقار. هكذا هي الاسماء التي تاتي اختراق امام جوج لاعبين. مازال كيحافظ على الكره ديالو، الاسلوب ديالو، الطريقه ديالو، كيفاش ان الكره كتكون لصيقه بالقدم بواحد الشكل ممتاز. كره ممتازه للهدف، كره ممتازه لتسجيل الهدف. كعبي يضيع ما لا يضيع في موضوع ممتاز، كان بامكانه انه يعني يستثمر الكره ديالو. لاحظوا هنا طريقه اسلوب اللي جات من خلالها تمريره عرضيه جانبيه. حكيم زياش قام بالمطلوب، ايوب الكعبي في اللمسه الاخيره التقدير ديالو الكره ما كانش بشكل مناسب، التقدير ديالو من جديد تنفذ هذه كره راسيه الى خارج الخط الخلفي للملعب. لاعب اللي يمكن نقول بانه متحرر على مستوى الخط الهجومي ديال المنتخب الانغولي، ولاعب اللي كيحاول ما امكن انه يلقى الحلول. جديد المنتخب الوطني المغربي، طريقه ديال المراوغه ممتازه. ابراهيم عبد القادر يحاول يمر، مخالفه، لا خيار لايقاف هذا اللاعب. من الصعب حراسات نجم ريال مدريد ونجم المنتخب الوطني المغربي ابراهيم عبد القادر دياز. لاحظوا الطريقه ديالو، الاسلوب ديالو، شرد الاسم ديالو كامل ابراهيم عبد القادر دياز الفخور، نعم فخور بانتمائه المغربي. ايوما سيصوب حكيم زياش، يصوب، تصطد، تعود من جانب المغربيه بالكعب من جانب من عبقار، ولكن فقط بهذه الكيفيه من جانب لاعب عبقار في الوقت اللي حكيم زياش اختار التصويب المباشر، يمتاز بتصويبات ممتازه. الكره الماضيه الصغير، التمريره ديالو سفيان مرابط، محاوله ممتازه. ابراهيم دياز تمريره، فرصه ديالو داخل منطقه الجزاء، يحاول ما امكن انه يلعبها بشكل جيد، ولكن لاحظوا هنا كيفيه، هنا ايضا طريقه لايقاف هذه الكره. نفس الثلاثي دائما خلف الكرة الثابتة بانتظار بحدو. ابراهيم نعم ينفذ هذه الكرة جميلة مباشرة، تدخل ديال الحارس لإبعاد الخطر. الحكم كيشوف بأنه ضربة مرمى. لاحظوا هنا الكيفية، الطريقة اللي جات من خلالها عملية ديال تأطير الكرة فوق المرمى بسنتيمترات قليلة رقعة الملعب. شوف يوسف النصيري وايضا متابعه ديال اسامه السوسي، كره ممتازه، هدف
هدف للمنتخب الوطني المغربي. سفيان رحيمي يوقع على هدف جميل من كرة جانبية عرضية، كيتمكن من اللمس ديال الكرة مباشرة، كتجي الكرة في الشباك. 1-0 للمنتخب الوطني المغربي. شوفوا هنا الانطلاقة من الجهة اليسرى، تمريرة عرضية جانبية، الدور ديال سفيان، دور ديال رحيمي اللي مشى الكرة ديالو. كانت هنالك التغطية، كان هدف النيران الصديقة غادي نشوفوا. نعم هدف بشبه الكيفية بنيران الصديقة من جانب كارمو دافيد، لمس الكرة ولو انه قام بجهود كبير سفيان رحيمي باش انه يمشي الكرة ديالو، خدا التموضع المناسب. 1-0 فرحة ديال وليد الركراكي. نعم مشوار متواصل. نذكر بان المنتخب الوطني المغربي لم ينهزم في الوديات منذ اخر مباراة كانت امام المنتخب الامريكي.